اهلا بكم في قناتنا. وقبل ما نبدا الفيديو الجامد بتاعنا ما تنسوش تصلوا على النبي، وهطلب طلب صغير من كل المتابعين بتوعنا انهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. ومش حابب اطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نبدا الفيديو الجامد بتاعنا. وهنا بنشوف تشارلوت وهي بتقول لهارتو انا شفت بعض من اللصوص، وهارتو بيقول لنفسه تشارلوت بقت مهووسه بالانمي وبقت مشغوله طول الوقت، وبتدخل فلاي عليهم وبتقول لهارتو عرفت من تشارلوت انك بتخرج لوحدك من غيري، عشان كده انا جيت بسرعه، فسيبني بقى اساعدك في المهام بتاعتك معلش. وتشارلوت بتشكر فلاي على اللي بتعمله في انها بتقضي على الوحوش، وهارتو بيقول لنفسه جت عشان تخلي الموضوع مزعج جدا، وبيقول لها افتكرتك مشغوله جدا، فبترد عليه فلاي وبتقول له لا مفيش مشكله، انا خلصت كل مهامي ونظفت الفناء وخلصت مهمتي في القضاء على الوحوش. وهارتو بيقول لها عملت كل حاجه طلبتها منك. فجاه تشارلوت بتقول بجد يا فلاي انت وهارتو هتدمجوا قوتكم مع بعض. طبعا في كل القصص لما يبقى البطل في مشكله شريكه بيجوا ينقذوا منها، والشريك ده كان فلاي طول الوقت. وفلاي بتقول تمام ممكن مش اكون بمستوى سيدي اللي هو هارتو يعني، لكن الكل عارف ان اعرف اساعده. وتشارلوت وفلاي بيضغطوا على هارتو عشان يوافق، وهارتو بيقول يا رب على وجع الدماغ ده. وهارتو بيقف هو وفلاي وبيقول لها اسمعي يا فلاي مش عايز عنف، مفهوم الكلام ده؟ وفلاي بترد وبتقول حاضر. وهارتو بيقول انا مش عايز اعيد الكلام ده تاني، مفهوم؟ وبنشوف مجموعه من اللصوص وواحد منهم بيقول شايفين الصيد الكتير ده؟ احنا هناكل طعم بجد بقى. وفجاه هارتو بيظهر وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ولما بيسالوه مين انت بيقول لهم انا اللي بيقولوا عليا اظلم من ظلام الفارس الاسود. وبتظهر فلاي من وراهم وبتقول بيقولوا عليا اكتر حمرا من الحماره، انا الفارسه القزميه. واللسه بيقول لهم مين انتوا بالظبط؟ فبترد فلاي انا اللي هحولكم كلكم لرماد. وفعلا فلاي بتطلق النار عليهم، وهارتو بيقول لها استني هو ده اللي انا قلته قبل ما اجي؟ وفلاي ولا كانها سامعه وبتولع فيهم كلهم. وهارتو بيقول لها فلاي بس كفايه، وفلاي ولا كان هارتو بيقول حاجه ومستمره في تعذيبهم. وهارتو بيستخدم سحر الحواجز في حمايه اللصوص من النار، وفلاي بتفضل تجرب وفجاه بيطير وبيخبط فلاي وبيقول لها انا مش قلتلك مش عايز عنف؟ وفلاي بترد وبتقول له انا عارفه بس اي حد بيزعل سيدي فهو عدوي. يا سلام على الغيره يا ناس. وهارتو بيقول في نفسه انا زهقت من الغبيه دي، وبيقول لها اهدي عملتي حاجات كتيره كفايه انا هديهم الضربه القاضيه، بس ينفع ترجعي الاول؟ وفلاي بتقول له لا انا هفضل لحد ما نخلص. بيقول لها همشي. وبعد كده بنشوف رد فعل تشارلوت وهي بتقول له اخي وفلاي كنتوا رائعين جدا مع بعض، انا كاني كنت بتفرج على انمي. وفلاي بتقول بس انا كنت بهجم بكل قوتي، لكن في حاجه كده ما خلتنيش عارفه اساعده، لكن المره الجايه اكيد. وارترو بيقول لنفسه وبيقول مفيش مره جايه اصلا. وتشارلوت بتبقى فرحانه جدا وبتقول مش قادره استنى واشوفكم مع بعض تاني. وارترو بيقول ان شايف تشارلوت مبسوطه كده وبتخليني عايز اكمل العمل مع فلاي، بس مستحيل مش هيحصل كده تاني. وفلاي وشارلوت بيقفوا يتكلموا جنب هارترو وبيقول انا امتى هعرف اعيش حياتي هاديه كشخص منعزل بقى؟ وطبعا كلنا عارفين ان ده مش هيحصل طول ما فلاي وشارلوت في حياته. وبنشوف الامير المغرور وهو بيقول انا يحصل فيا كل ده ازاي؟ انا الامير ابن وريث العرش كنت فاكر انه هيبقى ضعيف وملوش لازمه لانه لسه في المستوى التاني. وباب الامير بيخبط والخدام بيقولوا ميعاد الوليمه قرب، وبيقولوا جوله بكره اطلب من شارلوت انها تيجي معاك معلش. والامير بيقول ايه ليه يعني البنت الصغيره العبيطه دي؟ وبيرد الخادم بيقول له انا افتكرت انك هتنبسط انها معاك. والامير بيقول له ملهاش لازمه دي. بيرد الخادم وبيقول له دي لمصلحتك يا امير، اعمل اللي بقوله معلش. والامير بيوافق وخلاص. وبنشوف شارلوت وهي بتفتح الباب على هارتو بتقول له الوليمه خلصت. وهارتو بيبص لها بدهشه وبتقول له اسفه نسيت اخبط على الباب. بيقول لها صح. وبنعرف ان هارتو بعتت للوليمه نسخته الآلية، ونسخته بيقول له انت عندك الجراءه اللي تخليك تبقى الوليمه مكانك؟ وبيرد هارتو بيقول احنا نفس الشخص ولازم تشوف ده كان بيضايقني ازاي. ونسخته بيقول انا عايز اعمل كل حاجه انت مش عايز تعملها. وبيطير يقع على السرير. وشارلوت بتقول هو اخويا التاني بخير؟ هو حتى هيعرف يكون معايا بكره في الجوله؟ وارترو بيقول لها انت رايحه ليه يا تشارلوت؟ بترد عليه وبتقول له الامير قال لي دلوقتي اجي بكره معاك. وبيسال هارتو نفسه وبيقول هو بيحب البنت الصغيره؟ وبيقول طب شكلي كده انا اللي هروح. وبيقعد بالليل قدام شاشات المراقبه وبيقول لازم اطمن على الطريق عشان شارلوت. وبيشوف ناس غريبه وبيقول مين دول؟ شكلهم بيجهزوا الحاجه انا لازم اروح ابص بصه كده. وفعلا بيروحوا وبيسالهم معلش انتوا بتعملوا ايه؟ وبيقولوا له انت مين انت؟ بيقول لهم بس انا كنت معدي من هنا حبيت اطمن. وبيقولوا له لازم نتخلص منه اوعى يهرب. وبيقول بقى كده والله ما ارحمكم انا كمان. وبيدعي عليهم وهم بيكونوا زعلانين وبيقولوا مش هنسمح لانه يدعي علينا. وبيستدعوا جنود هياكل من تحت الارض. وارترو بيقول الله اول مره اشوف جنود من الهياكل دول حلوين قوي وبيبقوا حلوين اكتر في العاب الفيديو، لكن هم يخفوا شويه في الحقيقه. وبيقبض عليهم لكن هم بيقوموا من تاني. وارترو بيقول كنت حاسس ان كل
ده هيحصل، وارترو بيستخدم سحر الحواجز في انه يخلص عليهم، وفعلا بيخلص عليهم لكن بيقوموا تاني. وارترو بيقول اما الموضوع ده مطول بقى، بس بياخد باله من علامات حمراء عند صدرهم، وبيعرف ان ده الحل انه يخلص عليهم، بمعنى اصح نقطة ضعفهم. وفجأة بيفقدوا توازنهم، لكن الراجل ده بيقول مفيش حل تاني قدامي، وبيستدعي وحش ضخم جدا، وارترو اول ما بيشوفه بيندهش جدا، وبيقول غلام حقيقي ضرباته قوية جدا، وبيلف وبيضرب هارترو، وهارترو بيستخدم سحر الحواجز لكن بيتكسر ومش بيقدر عليه، وبيقول لنفسه انا دفاعي كان ضعيف قوي فعلا، وبيفكر يعمل ايه، وبعد شوية بيلاقي حاجة في صدر الغلام كمان، وهارترو بيقدر يكسرها من صدره ويقضي عليه، والراجل بيفضل يقول له اتحرك اتحرك، وفعلا بيتحرك بس ناحيته وبيهجم عليهم. وارترو بيقول معلش دي كانت غلطتي، انا كنت عايز اوقفه عشان كده اتعنطط بالخنجر بتاعك، لكن شكلي غيرته عشان بستخدم سحر انا. وبيسالهم مين فيكم القائد، وبعد كده بنشوفهم والجنود الهياكل بتربطهم، وارترو بيقول قول لي اسمك ايه وتبع مين، والقائد مش بيرضى يقول، وارترو بيخلي الجنود الهياكل تحفر حفره كبيره ويلحقوا فيها جنود القائد، وبيقول لما تدفن وتقول لي الحقيقه اختار انت. فالقائد بيقول له ما تدفناش، احنا من المملكه تبع الملك، كنا بنجهز جوله بكره عشان نهجم عليهم بوحوش. وارترو بيقول له تبع الملك ازاي، طب قول لي كان هدفكم ايه، والقائد بيقول له هدفنا هو اغتيال شارلوت. وارترو بيتصدم وبيقول لا، عقليه الملك عايز يغتال حياه شارلوت، والقائد بيقول له ان قدراته السحريه يوما ما هتعدي عقليه الملك، وخفت من انقسام المملكه لنصين لو حصلت على دعم المغريب، وخلينا جنود من الامبراطوريه قبل كده يحاولوا يخلصوا عليها بس هم فشلوا، عشان كده بعتنا الملك احنا وحددنا الشخصيه. وارترو بيقول لحظه واحده، وبيقول استعمال الجنود الامبراطوريين لمهاجمه ابي ومحاوله اغتيال امي وشارلوت كل ده كان من تخطيطها هي، وبنعرف ان الست دي تبقى امه. وبيقول فهمت، ما هي كده عملت برضه ساعه لما اتخلت عني بسهوله، وبيقولوا انها ممكن تعمل اي حاجه عشان تحمي مملكتها، وانا مش هخلي حد ياخد مني الناس اللي بحبهم حتى لو الشخص ده كانت امي اللي خلفتني. وبنشوف الجوله وهي ماشيه والامير المغرور قاعد زعلان، وتشارلوت بتقول له ما تزعلش عشان خسرت قدام اخي، عشان انت مش عندك اي فرصه من الاساس، والحقيقه انك المفروض تبان فرحان انك مارست معاه اصلا. واخت الامير بتقول صح، وبرضه الخساره مش عيب، والامير كان بيتعصب جدا من كلامهم، ولسه هارترو هيقول له ما تزعلش الامير المغرور، وبيقول له انت اخر شخص انا عايز اشوفه، صح انت ما استخدمتش اي سحر، انت عملت ايه بالظبط؟ وارترو بيقول له قلت لنفسي كون قويه. فالامير المغرور واخته بينصدموا وبيقولوا انت بتتكلم جد يا اسطى، وبيرد هارترو بيقول لهم ايه هو ده غريب ان ابويا وامي ما اتفاجئوش لما شرحت لهم الحوار ده. فالامير المغرور بيقول له هو انت شيطان مرتجع، الموضوع فعلا غريب جدا، احنا ما فكرناش في كل ده قبل كده. وارترو بيسال تشارلوت يعني ايه شيطان مرتجع، بترد تشارلوت وبتقول لما الشيطان بيتجوز من انسان عشان كده هم بيظهروا السمات الشيطانيه في حالات نادره. فاخت الامير بتقول ايوه صح، الشيطان المرتجع بتظهر قدرات جسديه استثنائيه، بس انا مش شايفه اي قرون، وعينه ودانه باينه عاديه عشان كده ما اعتقدش. وشارلوت بتقول بشره اخويا ناعمه ولمعه، وبقول الكلام ده بصفه ان انا اخته واني بستحمى معاه عشان كده مش شاكه في الحوار ده. والامير واخته بيتصدموا وبيقولوا لهارتو انت ازاي بتستحمى مع اختك كده، دي حاجه عار يا ابني. وشارلوت بمنتهى البراءه بتقول هو الموضوع في حاجه يعني، والامير بيقول بس كل اللي ما في الموضوع ان محدش بيعمل كده. واخت الامير بتقول لها بس دي بتبقى حاجه مميزه لما الراجل والست عريانين قدام بعض، وبيوصلوا لمكان الجوله بيبقوا مندهشين من المنظر الحلو ده، وتشارلوت بتجري تتفرج على حقله وبتبقى فرحانه جدا، وبتروح وراها اخت الامير. وارترو بيروح لابوها وبيقول لها عايزك لحظه، وبيقول له في ايه يا هارتو، وبيقول له عندي شويه اسئله، وهارتو بيقول له انت قليل جدا لما بتحتاج لي، شكله موضوع مهم جدا. وارترو بيقول له الموضوع كله افتراض، بس هتعمل ايه لو عرفت ان عقل الملك بيستهدف حياه تشارلوت؟ وابوه بينصدم من السؤال، وارترو بيقول له اسف اني بسال سؤال غريب كده، وابوه بيقول له لا ده مش مجرد سؤال، شكلك حاسس ان في حاجه هتحصل. جات لي امبارح رساله من الفارس الاسود، لما اتبعتت تعليمات ولقيت سحره الملك المختارين فاقدين الوعي، عرفت انها اعتبرتني عدو، بس انا ما كنتش متوقع انها تستهدف شارلوت، هدف الست دي هي موتنا كلنا، بس دي عقليه الملك ومش هنعرف ننتقم خالص. وارترو بيقول انا نفسي تختفي الملكه القاسيه اللي زي دي، وابوه بيقول له خلي بالك من نفسك، ده باين كده ان المملكه دي هتكون فوضى من غيرها. وارترو بيسال وبيقول ليه، ابوه بيقول له هي قصه حزينه، بس الملك فقد السلطه من مده، بس كتير من الناس عايزين يسرقوا العرش وهم دلوقتي تحت السيطره بسبب عقليه الملك. وارترو بيقول يعني موتها هيعمل حرب اهليه، وابوه بيقول له قبل سنتين من ولادتك اتعمل جيش بقياده الملك عشان يهزم ملك الشياطين، كانت بينهم غيوزلات وبينهم قطعت راس ملك الشياطين لوحدها، وغيوزلات بقت بطله وبقت معروفه باميره الوميد، بعد كده اتجوزت الملك بدعم قوي من المواطنين وشعبيتها زادت قوي بعدها، ودلوقتي اميره الويميد عايزه تستحوذ على المملكه. وارترو بيقول ما كنتش اعرف ان هي ليها تاثير للدرجه دي، ما كنتش عايز اي حاجه تجمعني بابويا وامي عشان ما حاولش اعرف عنهم حاجه زي كده. وابوه بيقول له
لكن لو ظهر شخص قوي لتبديل عقلية الملك هتكون حوار تاني. وارترو بيسأل في الحالة دي انت ما كنتش الملك ليه يا ابي؟ ابوه بيقول له انا مش بعرف حاجة عن السياسة فمش هكون مناسب للعمل ده، بس في شخص تاني واحد لكنه لسه صغير عايز استنى على الاقل لما تبقى بالغة، وهي بنت ذكية انا واثق انها تبقى استثنائية بما يكفي لقيادة المملكة يوما ما. وارترو بيقول لابوه تقصد تشارلوت، وفوق ده هي عندها قدرات مش بتتفهم، انا عارف انها هتسبق اميرة الوميد في القوة السحرية. وارترو بيقول لنفسه ايوه صح، الراجل قال ان عندها قدرات كفاية لتجاوز عقلية الملك. وابوه بيقول له بعد كل اللي سمعه ده انت عارف انا متوقع منك ايه صح؟ وارترو بيقول ايوه. وابوه بيسأله بيقول له هتعمل كده؟ وارترو بيقول ايوه طبعا، اللي المفروض اعمله هو حماية تشارلوت لحد ما تكبر وتكون ملكة عظيمة، وبعد ما اعمل كده هعرف استمتع بحياتي كشخص انطوائي في العالم ده. فليه بتقول لهارتو سيبني اجيب لك راس عقلية الملك وهنتقم لسيدي على حياته اللي فاتت. وارترو بيقول لها اسف ده بس ده بيني وبينها، مش هيفرق معايا لو قتلتها بايدي. وفلاي بتقول له فهمت ده المتوقع منك يا هارترو، وهيشرفني ان اشهد ذلك لما يجي الوقت، ومش هينفع ان افكرك بحماية شارلوت فقط، شكله جه الوقت اللي لم الشمل بين امه وابنها لاول مرة من 20 سنة. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الملخص بتاعنا النهارده، وقبل ما نقفل الفيديو الجامد بتاعنا هطلب طلب صغير من كل المتابعين بتوعنا انهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وبس كده، مش حابب اطول عليكم اكتر من كده، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.